أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. ورشة عمل لتقوية المؤسسات العدلية. نتائج صحية مرضية في حجات. قوة الحركة الديمقراطية لشعب تيغراي تدخل إثيوبيا. الناتو يستعرض قوته العسكرية بمناورات ضخمة. استقالة نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وإعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب إعصار مايكل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت وزارة العدل ورشة عمل يومي 8 و9 من أكتوبر حول تطور العمل ودور القوانين للشباب لتقوية المؤسسات العدلية. وأوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في افتتاح الورشة التي شارك فيها الأعضاء الشباب من جميع الأقاليم أن القانون الوطني يضع في الاعتبار جذور المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتاريخية وخصوصية الوطن والشعب والحكومة، ويتوجب على المهني القانوني التحلي بالكفاءة وامتلاك فكر ينمي هذا الإرث والخصوصية المجتمعية. وقدم شرحا بشأن رسالة وزارة العدل وجعل المواطن يحصل على خدمات سريعة وعادلة وضمان استقلالية المؤسسات العدلية ورفع ثقة الشعب بالمؤسسات العدلية. وقالت إن الشعب الإريتري شعب متحضر ظل يدار بقوانين وأعراف خاصة به منذ أزمنة قديمة، وأن ضمان العدل واحترام القانون من قيمته المميزة، ويتطلب وجود مهني يفهم جيدا ثقافة المجتمع ومبادئ الحكومة لتحقيق أهداف القانون ومواده. وحثت المهنيين الشباب للقيام بدورهم لحصول الشعب على خدمات عدلية سريعة وجيدة عن قرب، مشددة بأن عملية بناء نظام قضائي كفؤ تحتاج إلى عمل وجهد مستمر. من جانبه أوضح عضو قسم تقنية المعلومات في وزارة العدل الشاب برهان برهانه المعدات ووسائل العمل التي يتم إدخالها في جميع المحاكم ومكاتب الادعاءات العامة. ودعا المشاركون للدفع بالدورات التأهيلية المساعدة لتقوية كفاءة العمل في المؤسسات العدلية. حققت الجهود الصحية الجارية في مديرية حجات نتائج مرضية لمكافحة الأمراض المعدية والغير المعدية. وأوضح الاجتماع الذي عقد بحضور الإدارات والجهات المختصة وممثلي السكان أن ارتقاء وعي المجتمع بالأمراض المعدية وغير المعدية يعكس التطور المشهود. وقدم في الاجتماع تقرير عن أنشطة مستشفى حجات و5 عيادات بالمديرية بالمقارنة مع الأهداف المرجوة والبرامج المستقبلية. وأوضح مسؤول الصحة في المديرية سيد جبر مسقل جبر هيوت أن الولادة في المؤسسات الصحية بلغت نسبة 72%، ووصلت نسبة تطعيم الأطفال ل 85%، وانخفاض الإصابة بالملاريا بنسبة 18% مقارنة مع العام السابق. وأشار إلى إصحاح البيئة في 41 قرية داعيا للدفع بأنشطة النفير النظافة. من جانبه قدم مسؤول الأمراض الوبائية في إقليم عنسبة السيد تجاي تخسته توضيحا حول مرض شيكونوغيا المعروف بكرفس الذي ظهر في المناطق المتخامة للحدود السودانية وأعراضه وأسبابه. ونبه مسؤول وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كستة برهان سلومون لتضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية وإدارات الضواحي لتنفيذ أعمال فاعلة. عقدت جمعية بالدهو فرع إقليم عنسبة سيمينارا صحيا لسائقي السيارات حول مكافحة مرض الإيدز. وأوضح عضو الجمعية السيد عبد عمر أن المستقبل المشرق يرتكز على صحة المجتمع عامة وشباب صحيين بصفة خاصة، مشددا على أهمية الامتناع عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية. وقال إن الشباب هم أكثر المصابين بالمرض، منوها الأسر لمتابعة أبنائهم وتوجيههم والعناية بمرضى الإيدز وتشجيعهم ورعايتهم. وأكد المشاركون على أهمية المحاضرات التوعوية بالأمراض عامة والإيدز خاصة.
يقوم سكان 8 ضواحي بمديرية عد قيح بنفير لصيانة طريق إيجيلا دمحنا. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد رزنف السهي أن العمل الذي يقوم به سكان ضواحي إيجيلا وسافيرا ومسوغوليزولا وسيبيراسو وكاريبوسا وغربانيا ودمحينا وعبيجرات يشمل صيانة الحواجز الجدارية على أطراف الطريق التي انهارت جراء السيول وإصلاح الأماكن المنجرفة من الطريق. وأفاد السكان بأنهم يعملون بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الطريق للخدمات الجيدة منادين لزيادة حافلات ثانية للمواصلات. دخلت قوات الحركة الديمقراطية لشعب التيغراي الدمهيت البالغ عددها أكثر من 3200 جندي إلى إثيوبيا أمس 9 أكتوبر بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لمواصلة نضالها بالوسيلة السلمية بعد نضال مسلح دام لحوالي 17 عاما. يذكر أن اللقاء الذي جرى قبل 5 أسابيع بين الجانبين توصل إلى تفاهم لدعم الحركة الديمقراطية لشعب تيغراي التغيير الذي تشهده إثيوبيا والقيام بالنضال السلمي لدعم هذا التغيير. وكان وفد عالي المستوى من دمحيط قد دخل أديس أبابا مسبقا لبحث تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة أسمرة يوم 28 أغسطس. تجدر الإشارة إلى أن مختلف حركات وتنظيمات المعارضة الإثيوبية مثل جبهة تحرير الأورومو والحركة الديمقراطية التي للشعب الأمهرة ومحاربي 7 مايو والجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين قد دخلت إثيوبيا بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة الإثيوبية. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة إيرينا أن إحدى سيارات نقل قوات الحركة الديمقراطية لشعب تيغراي قد انقلبت أثناء توجهها إلى إثيوبيا في منطقة السجانيتي، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وعدد من الجرحى الذين نقلوا إلى المؤسسات الصحية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو إن 50,000 عسكري سيشاركون في أكبر مناورات يجريها الحلف منذ نهاية الحرب الباردة ستظهر لروسيا أن الحلف مستعد لصد أي هجوم. ورسميا ستحاكي تدريبات ترايدنت جانكتشر التي ستجري في نوفمبر هجوما من بلد وهمي، ولكنها ستؤدي إلى وضع قوة عسكرية هائلة في النرويج المجاورة لموسكو بعد أشهر من تدريبات فوستوك العسكرية الروسية الهائلة. وقال قائد هيئة الأركان المشتركة في حلف شمال الأطلسي أميريال البحرية الأمريكي جيمس فوغو إن النرويج لديها حدود مع روسيا، وأن القوة الهائلة التي تدعمها 150 طائرة و60 سفينة ونحو 10,000 مركبة ستظهر أن هذه القوات يمكن تعبئتها بسرعة للدفاع عن الحليف. وقد تمت دعوة مراقبين عسكريين روس ومراقبين من بيلاروسيا لمشاهدة التدريبات. وتهدف تدريبات مثل ترايدنت جانكتشر 18 تعليم القوات كيفية التحرك بقوة كبيرة وبسرعة في حال أي غزو ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي عند تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك. قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على أن تستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي. وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض إنها ستغادر منصبها نهاية العام بعد أن أدت عملا رائعا. ولم توضح هايلي التي تعد واحدة من الوجوه النسائية القليلة في إدارة ترامب سبب استقالتها بعد عامين من توليها هذا المنصب، لكنها نفت أنها تعتزم للترشح للرئاسة عام 2020. وقالت للصحفيين إنها ستدعم حملة هذا الشخص وأشارت إلى ترامب. وقال ترامب إن هايلي أبلغته قبل 6 أشهر بأنها ترغب في أخذ قسط من الراحة. واصطدمت هايلي في أبريل الماضي مع البيت الأبيض عندما قال مساعد لترامب إنها تسرعت في إعلان حزمة من العقوبات ضد روسيا.
تستعد فلوريدا التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ لوصول الإعصار مايكل الذي قد يكون أكثر العواصف تدميرا منذ عقود في الولاية بحسب ما أكد الحاكم. وبعد بضع ساعات فقط من تحوله إلى إعصار من الفئة 2 بات الإعصار من الفئة 3 على مقياس من 5 فئات تصاحبه رياح سرعتها 195 كيلومترا في الساعة في المتوسط، ومن المتوقع أن يزداد اشتدادا بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير. ووفقا للتوقعات قد يصبح الإعصار من الفئة 4 مع رياح سرعتها 209 كيلومترا في الساعة عندما يبلغ سواحل فلوريدا ويتسبب بهطول أمطار غزيرة. وصدر تحذير من إعصار في جميع أنحاء المنطقة المنخفضة التي تضم منتجعا بحريا ومساكن للمتقاعدين في شمال شرق ساحل الخليج. أصبح بإمكان الآباء الآن معرفة مدى إمكانية إصابة أي من أبنائهم حديثي الولادة بأمراض القلب مستقبلا مقابل 40 جنيها فقط. هذا المبلغ البسيط الذي يقدر عليه أي شخص يدفعه أي أب أو أم مقابل فحص جيني بسيط، لكن نتائجه ستكون مهمة جدا لحياة المولود عندما يكبر. فقد وجد الباحثون في بريطانيا أن فحص أحد الجينات يمكنه أن يحدد أولئك الأشخاص الذين قد يكون لديهم ميل أكبر للإصابة بأحد أمراض القلب أو الجلطات والنوبات القلبية في المستقبل. ويقول الخبراء إن من يظهرون نتائج سيئة في الفحص الجيني هذا يمكن إخضاعهم للمراقبة ومساعدتهم أثناء نموهم لتفادي الأخطار المحدقة بهم وفي التحسين مستوى معيشتهم بحيث لا يتعرضون لأمراض القلب. وأجريت دراسة بواسطة هذا الفحص شاركت فيه جامعة كامبريدج وشمل 22 ألف شخص ممن يعانون من أمراض القلب تتراوح أعمارهم بين 44 و69 عاما. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.